خناقة ما بين السويسي وعمرو بيلا. صراعات السوشيال ميديا ما بتخلص. كل يوم نشوف ترند جديد، كل يوم نشوف حاجة جديدة. هنا ده بيشتم وده بيرد عليه، واحنا هي دي بقت حياتنا. بقينا نصدر صورة وحشة جدا للناس بره. من هنا بقى هقول لكم الحكاية وتابعوني كده واحدة واحدة. الموضوع بدأ لما الناس فضلت تهاجم الشخص اللي اسمه عمرو بيلا، وطلع السويسي يهاجم الراجل دوت واتكلم عليه كتير جدا. فعمرو بيلا ما يسكتش. عمرو بيلا فضل يشتم فيه ويتكلم عليه لدرجة ان هو جاب سيرة امه وقال له امك رمتك في البحر، وجاب سيرة امه. ما كانش ينفع ان هو يعني يدخل اهل بيت الراجل في الموضوع. راح طلع السويسي ورد عليه، قال له انا هرفع عليك دعوة قضائية ومش هسيبك، والله ما انا سايبك ومش هحلك الا لما اخد حقي منك. امي اللي جبت سيرتها دي يعني ما رمتنيش، حتى لما رمتني علشان ابقى راجل واجيب لقمه عيشي. ما بعملش زيك بروح على المطعم ده والمطعم ده وبرمي جتتي على المطعم ده. وفعلا الفود بلوجر بيعملوا كده، واللي زي عمرو بيلا بيعمل اكتر من كده بكتير. هو ايه فود بلوجر؟ فود بلوجر ان انا اروح اقيم الحاجه وادوق الحاجه واقول معفنه طعمها وحش. ده حتى ما بيحترمش النعمه بتاعه ربنا. انتوا في ايه يا جماعه؟ احنا بقينا نكبر الناس دي على حساب مين؟ على حساب مين الترندات اللي بتحصل دي؟ والسويسي يطلع يرد ويقول انا عايز محامين مصر يقفوا ويجيبوا لي حقي. وبالفعل في ناس خدت الاجراءات القانونيه ضد الشخص ده. ولكن هنا لما بنيجي بنتطاول بالاهل، بنتطاول على الاهل. انت بتدخل، انت صراعك مع السويسي، صراعك مع ده ما تدخلش الاهل في الموضوع. ايه اللي دخل ست قاعده في بيتها معلش صاينه كرامتها تدخلها في الموضوع ليه؟ وانت تجيب لاهلك اللعنه ليه؟ يا جماعه احنا بجد بقت السوشيال ميديا هي اللي مسيطره علينا. احنا خلاص بقينا عايشين لعمرو بيلا يقول كذا والسويسي يقول كذا وده يقول كذا وكروان مشاكل يعمل كذا. هو في ايه؟ هي دي بقت الدايره اللي احنا عايشين فيها؟ هي دي بقت الدايره اللي احنا محيطين بيها؟ بجد الموضوع زاد عن حده، ولازم الدوله تاخد قرار وتاخد اجراءات قانونيه ضد الناس دي، وتشوف الناس دي بتجيب الفلوس دي منين. ما هو مش معقوله فود بلوجر يعني هيجيب فجاه عربيه مش عارفه فين وهيشتري مش عارفه فين في الامارات واخد شقه مش عارفه. ما فيش الكلام ده يا جماعه. علشان يطلع رخصه في الامارات بياخد وقت كتير جدا علشان يطلعها. الكلام اللي بيتكلم فيه ده مش حقيقي، ولو كان حقيقي فمعلش لازم يتسأل من اين لك هذا؟ لان انتم مفكرين ان في الامارات الشقه زي هنا كده بنشتريها برخص التراب. مفيش الكلام ده يا جماعه. الامارات دوله معروفه ان هي غاليه جدا في السكن، يعني ده في الايجار، ما بالك بقى في التمليك، ما بالك ان انت تعيش ويكون عندك اقامه كامله هناك. الموضوع لازم يتسأل من اين لك هذا، ولازم كل واحد يقف عند حده. انا ما بدافعش عن السويسي على فكره، انا ماليش علاقه بيه، ولكن بدافع عن القرف اللي بقينا محاطين بيه، عن القذاره اللي بقت محاطه بينا. خلاص هي دي بقت حياتنا، اقول لكم قصه بسيطه عن عمرو بيلا. عمرو بيلا ده اول تصوير ليه كان في نقابه الصحفيين عندنا، وكان بيدخل النقابه يتسلل ويصور فيها من غير ما حد يعرف، لان احنا ممنوع اي حد يدخل النقابه غير وهو عضو نقابه صحفيين. ولما اكتشفنا الموضوع خدنا الاجراءات القانونيه ضده، وبالفعل اتمنع من دخول النقابه. يعني هو اصلا شخص غير امين، هو شخص غير سوي. فاحنا بنطالب المسؤولين ياخدوا الاجراءات القانونيه ضد الشخصيه دي، لان خلاص بقى احنا تعبنا بقى. شويه يطلع ترند كروان مشاكل، شويه يطلع ترند سوزي الاردنيه، شويه يطلع شاكر. احنا تعبنا، احنا قرفنا، بقينا نحس ان احنا هو ده المحيط اللي احنا عايشين فيه. يا جماعه لازم ما نتفرجش على الناس دي، لازم نلغي متابعتنا للناس دي. الناس دي بجد بقت تشوه سمعتنا وشكلنا، وبقت عيالنا بيتعلموا منهم. وخليك فاكر وانت بتدوس لايك لحاجه مش كويسه، وبتدوس لايك لعمرو بيلا وبتدوس لايك لكروان مشاكل وبتعمل له اشتراك، خليك فاكر ان انت بتدمر جيل كامل، واولهم هيكون ابنك او بنتك. فحافظ على ابنك وبنتك والغي متابعه الناس دي وبطل تتفرج عليهم. لما نبطل نتفرج عليهم ونبطل نشير لهم فيديوهات، هم نفسهم مش هيلاقوا حاجه يعملوها. ولكن لازم تبدا بنفسك. ويا ريت ما تسيبش الفيديو ده واقف عندك وتنشره، علشان يكون رساله لكل واحد متابع الاشكال دي. احنا في جيل كامل بيضيع يا جماعه. وكان معكم الصحفيه ساره جمعه.